ازاي نلم المنهج في 5 خطوات. الخطوه الاولى احنا محتاجين نعمل جدول. بذمتك ما زهقتش؟ والله ما زهقتش، يعني انا بقترح عليك الجدول انت ازهق، يعني ليه جدول تاني؟ هو احنا مش عملنا جدول طول السنه؟ هل نفع؟ هل مشينا عليه؟ لا. في عالم اسمه جيم كويك، انا مش متاكده هو عالم ولا لا، بس يعني المهم ان هو بيقول if knowledge is power فالlearning is super power. فاحنا عايزين نكتشف السوبر باور بتاعتك اللي هتخليك تلم المنهج على مدار السنه. والسوبر باور غير شامله البصمجه والحل الجماعي في اللجنه. كل انسان جوه قوه روحيه لما يكون عنده اراده بتطلع. ندخل في الموضوع ونقول الخطوه الاولى. اولا انت محتاج تكتشف الطريقه المفضله ليك في المذاكره، يعني بتفهم سماعي من شرح المدرسين ولا تحب تتفرج على فيديوهات بتتكلم عن الموضوع اللي عايز تذاكره، وممكن تكون لا ده ولا ده وبتحب تتقمص دور المدرس نفسه وتشرح لنفسك. شد الخط واعمل لاين، الواحد معناها اي ومروح وبقول باي باي، يبقى 2 معناها سباي. الخطوه الثانيه شارك في المحاضره، خليك اكتف. الحته اللي هتعطل عندها في المحاضره هي نفسها اللي هتعطل عندها في البيت، فاسال وانت هناك بدل ما تنزنق لوحدك. الخطوه الثالثه ما توقفش نفسك. انا حمار، انا بقول لك انا حمار. ماما قالت لي ان الحبل السري لف على دماغي وانا صغير فاثر على مخي. انا بقول لك انا حمار، انا عارف. مصطفى ملخصات بجلاله قدره ما عرفش يذاكر الماده، انا اللي هعرف. ممكن تبطل تحط لنفسك اطار، تعامل ان انت زويل وهيكلموك بكره يقولوا لك عدي خد الجايزه. الخطوه الرابعه ذاكر في المكان الصح، يعني ما ينفعش تروح تذاكر في ستاربكس ولا في ماك. ليه؟ علشان زحمه فشخ وهتقعد تتصور مع ورق الماده وتنزله انستجرام وترد على الناس وتنسى انك عايز تذاكر اصلا. اقعد ذاكر في اوضتك بهدوء زي ما انا عامله كده. الخطوه الخامسه والاخيره واللي انت دايما بتحب تبدا بيها، هنعمل جدول. الوقت في اول السنه بيبان فيه براح كده، فتذاكر محاضره وتسيب محاضره للويك اند، يجي الويك اند تخرج مع اصحابك، فتاجل مذاكره المحاضره للويك اند اللي جاي، بس برضه هتخرج مع اصحابك، فتراكم محاضره فوق محاضره فوق محاضره، والاسبوع اللي بعده يتكرر نفس الموضوع، وفي وسط زنقه الامتحانات وانت نفسك في ساعه واحده بس تذاكر فيها تفتكر كل العبث ده. علشان كده الجدول هو الحل، واهم حاجه في الجدول يبقى منطقي ومناسب لقدراتك، ولازم يبقى فيه بريك. البريك مهم زي المذاكره بالظبط. ربنا يبعد عنا السمر كورس ودرجات الرأفة.